بسم الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا افضل خلق الله على اهلي واصحابي اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنسمي الله كده ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا افضل خلق الله على اهلي واصحابي اجمعين. عارفين اللي معايا ده ايه ولا؟ اغلبكم اكيد عارف ايه اللي معايا ده. اللي معايا ده فول مدمس اهو، مدمسات زي يا ولاد. الخطوه بتاعته الاولى العيال لعبوا في التليفون بقى، يعني ضيعوا الفيديو من الاول. تمام. معايا هنا ايه يا ولاد؟ معايا هنا 2 كيلو من الفول. اللهم صل على النبي. عملت فيهم ايه؟ نقعتهم لمده 3 ساعات بميه مغليه يا ولاد، بميه مغليه مش بميه من الحنفيه يا ولاد. تمام. وبعد كده شطفتهم كويس وغسلتهم زي ما بكون بغسل الرز كده وصفتهم. وكمان اللهم صل على النبي ولعت عليهم على نار هاديه، برضو نزلت عليهم بميه مغليه وانا رايحه اسلقه يا ولاد، او رايحه ان انا اسوي الفول ده. بحط عليه ايه؟ ما بحطش عليه اي اضافات خالص، هي الميه والفول وخلاص يا ولاد. انا ما بحطش عليه اي حاجه، لا عدس بجبه ولا رز ولا حتى بصل ولا بنجر ولا اي حاجه من اللي بتضاف على الفول المدمس، ولا حتى بطاطس ولا جزر. ده بيتضاف يا ام فرح، كل ده لعب في الفول يا ولاد واغلبنا عارفه يعني. تمام. اللهم صل على النبي. عملت في ايه؟ هو الميه والفول وخلاص يا ولاد. شايفين الفول عامله معانا ازاي؟ شايفين الفول عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ما كملش ساعه زمن معايا على النار. بسم الله ما شاء الله. حاجه نظيفه وحاجه صحيه وحاجه كده اللهم بارك. شايفين احنا عاملين فيها ايه؟ تعالوا كده بعمل ايه في الكميه دي يا ولاد. شايفين بقى انتوا البرطمانات والعلب والحاجه اللي معايا دي بخزنه فيها. يعني انا بجيب الفول مره واحده وبخزنه برضه، بسويه مره واحده تسويه واحده يا ولاد. وكمان اللهم صل على النبي بشيله كده في الفريزر على قد ايه؟ على قد الطلب. تمام. يعني ايه على قد الطلب؟ مره بتبقى الاكله كبيره، مره بتبقى مثلا طبق كده هنعمله مثلا جنب الاكل اهو. نعم. اكلات بقى زي ما انتم شايفين. دي علبه برضو صغيره اهي، دي مثلا بتبقى طبق محتاجاه او حاجه كده هاكلهم مثلا ايه. نحط عليها مثلا زيت زيتون، اللهم صل على النبي، ليمون، توابل كده، بتبقى ايه طبق برضو جنب الاكل او لوحده كده، يعني كفطار يا ولاد لوحده كده. تمام. بعمل منه الاكلات الكبيره والاكلات اللي هي الوسط، ومنه برضو صغير. تمام. يعني كله على قد الطلب. العلب ديت مثلا بجيبها بيبقى جاي فيها حاجه وبمسكها اغسلها وانشفها واشيلها برضو ايه، بيبقى لاحتياجها كده يا ولاد. يعني العلب ديت ما بنرميهاش. تمام. ده برضه اهو معانا بتاع كاستر اهو. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده مضمونه وحاجه نظيفه. لو بتروحي تجيبي الحبه اللي في البرطمان اللي معايا دول هتجيبوهم ب10 جنيه ومش هيبقوا برضه فول خام لوحده يا ولاد. تمام. فمن الافضل، ربنا ما يجعلناش بس من قطعين الارزاق، من الافضل يا ولاد انك تعملوا الحاجه بتاعتكم في البيت. حابه تضيفي عليها عدس بجبه ضيفي، حابه تضيفي بطاطس تتقلوا ماشي عادي، حابه تضيفي اي اضافات اللي انت حباها، مش شرط يعني حاجه معينه يعني. تمام. اهي اهم حاجه اني سويته وسبته لما برد يا ولاد. وبعد ما برد قلت ايه اعبيه بقى معاكم، بما ان الخطوه الاولى العيال بوظوها لي كده في الفيديو. تمام. بس بسم الله ما شاء الله. حبه فول بلدي زي الفل كده، حاجه كده اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. حابه تعمليه بطماطم، حابه تعمليه بتومه كده برضو اعمليه. بصوا هو الفول ده يعني حلو للفطار، حلو للعشاء، حلو في الغداء، في جميع الوجبات لو احتاجناه بنلاقيه يا ولاد. هو طبق بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده اللهم بارك. هكمل بقيه حاجتي ده اهي وهقفلها معاكم برضو. حبيت كده العبوات بتاعتي. معايا هنا ملح ومعايا هنا شعره من ال7 بهارات، باخد عليهم كده يعني قيمه 3 معالق كده صغننين اهو. بسم الله ما شاء الله. وعليهم بقى عصره ليمونه، ولا تقولوا لي بقى بزيت ولا باي حاجه، ما بضيفش عليها اي حاجه يا ولاد. انا بحبه كده ما شاء الله، انا بحبه كده اهو. اجيب لك شويه محمود بتقلبيه بقى كده. الله 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 على الجمال. حاجه كده اللهم بارك. بالملح بالتوابل بتاعتهم. حابه تعمليه بطماطم اعمليه، حابه تعمليه
اللهم صل على النبي، ببيض بيتعمل برضو يا ولاد وحاجه كده اللهم بارك. طعمه حلو قوي. معايا هنا كميه اهي، ده هنعملها بقى للفطار اللي عشنا الصبح اهو. ده الكميه اللي انا خزنتها يا ولاد، بغطي عليهم ازاي اهو بالشكل ده كده، بدخلهم الفريزر عادي مفيش اي مشكله اهو. ودي البرطمانات اهي، حاجه كده سهله بتوفر عليك كتير في الشراء وبتوفر عليك وقت برضو. وممكن برضو لو حابه ان انت تعملي عشاء بالليل برضو بتعمليه، طلعي الحاجه تفك ومن قبلها برضو بشويه بتاخدي منها احلى نتيجه. حاجه كده يا ولاد اللهم بارك. حابه تنزلي بزيت زيتون انزلي، بزيت ذره، اي حاجه، بمعلقه سمنه بلدي. بصي يا قلب اختك افتكسي بقى وانت ايه ملكه في مطبخك ما شاء الله اهو يا ولاد. علب تكون اهم حاجه ناشفه ونضيفه اهي. وهنزل بقى بهم على الفريزر، هوديهم بقى على الفريزر. اللي هحتاجه هطلعه من قبلها بنص ساعه في الحر ده هيفوق اهو ما شاء الله. ريحه حاجه كده اللهم بارك، ولا عليهم ملح ولا توابل ولا اي ماده دهنيه ولا حتى بصل وتوم في التسويه بتاعتهم ولا اي حاجه من دي خالص يا ولاد. وحاجه كده يا ولاد اللهم بارك. يا رب تقدروا تستفيدوا منه ولو بجزء صغير. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.